إلا اختاريتي الدجاج الغلط فراه غتخسر فلوس كاملين. كاين سلالات ديال الدجاج اللي كيعطيو أكثر من 300 بيضة في السنة، وكاين اللي غير كياكلو بلا فايدة. ودابا السؤال هو كيفاش غادي تختار الدجاج اللي غادي فعلا يربحك وينجح المشروع ديالك. في هذا الفيديو غادي نعطيك أفضل 5 ديال الدجاجات بياضة في المغرب، وخليك حتى الاخر حيت رقم واحد هو الأقوى في الإنتاج والأقوى في الاستمرارية، واللي ممكن نعتبروه ماكينة ديال إنتاج البيض. نبداو برقم 5 سلالة بلايموتروك، وهاد السلالة معروفة بزاف، واخا ماشي الأعلى في الإنتاج حيت كتبيض فقط ما بين 200 حتى ل250 بيضة في السنة، ولكن فهي سهلة في التربية، هادئة وعندها مناعة قوية، يعني اختيار ممتاز بالنسبة للمبتدئين. رقم 4 سلالة الأوسترالوب اللي جاتنا من أستراليا، واللي كتعطي ما بين 250 حتى ل300 بيضة في السنة. وهاد الدجاجة ديال الأوسترالوب أو السلالة ديال الأوسترالوب كتوصل حتى ل4 كيلوغرام فاصلة 5 في الفروج، والدجاجة كتعطي نتائج مزيانة في البيض على مدة سنوات. السلالة رقم 3 هي سلالة سوسكس، جاتنا من بريطانيا وهي من أقدم السلالات في العالم. هاد السلالة عندها ثنائية الإنتاجية، يعني كتعطي البيض مزيان حتى ل280 بيضة في السنة، وكتعطي اللحم كذلك، فالفروج كيوصل ل4 كيلوغرام ونص بسهولة وحتى ل5 كيلوغرام. هاد السلالة بالذات كيخدموا بها الناس في المغرب بزاف، وبعض العائلات كتستخدمها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية البيض ومن ناحية لحوم البيضاء. ندوزو دابا للسلالة رقم 2، سلالة ليجورن واللي جاتنا من إيطاليا، فيها ألوان متعددة ولكن اللون اللي معروف بكثرة هو اللون الأبيض. هاد السلالة فيها جوج ديال الميزات، أولا الإنتاجية الكبيرة من البيض اللي كيوصل بسهولة ل300 بيضة وأكثر في السنة، ثانيا هي أن الاستهلاك ديال هاد العلف كيبقى أقل من المتوسط، يعني سلالة منتجة وفي نفس الوقت اقتصادية. وصلنا رقم واحد، هاد النوع هو اللي كيستعملوه حتى في المشاريع الكبيرة، كيعطي إنتاج عالي بزاف وكيوصل لأكثر من 300 بيضة في السنة. فإلا بغيتي مشروع مربح خاصك تعتمد على سلالة إيزا براون. هاد السلالة هي اللي كتعتمد عليها الشركات في إنتاج بيض المائدة، واللي كنسميوه في المغرب البيض الرومي. ولكن واخا تختار السلالة اللي مزيانة فضروري تعتمد على هاد النصائح اللي غادي نقول لك، لأنه كاين خطأ كبير كيديروه بزاف ديال الناس، كيختاروا السلالة وكينساو التربية. أولا مسألة النظافة، فإلا كان المكان متسخ وفيه الرطوبة فالدجاج تيمرض والإنتاجية كتنقص. ثانيا التغذية، اللي خصو يكون منتوج متنوع من ناحية المصادر، يعني تكون فيه الجانب الطاقي والجانب البروتيني وأيضا الكالسيوم، فإلا ما كانوش هاد الثلاثة ديال الأمور ما كاينش البيض. ومسألة أخرى هي الراحة والهدوء وأيضا الإضاءة لمدة 16 ساعة في اليوم. خلاصة، إلا جمعتي ما بين السلالة الصحية، ما بين التغذية والنظافة، وما بين الإضاءة الكافية، فكنضمن ليك مشروع منتج ومربح بامتياز. إلا عجبك الفيديو دير لايك سبسكرايب باش المرة الجاية إن شاء الله تفرج معنا الفيديو ديال تفقيس أفضل السلالات على المباشر.